يا مساء الفل عليكم. النهارده ان شاء الله وصفه جديده معاكم. انا رنا كيتشن من مطبخ رنا كيتشن. هعمل معاكم النهارده المحشي بتنجان وفلفل وكوسه خطير بطريقتي. يا رب يعجبكم. لو عجبكم الوصفه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وكومنت حلو منكم. معايا بقى بتنجان كده وكوسه وفلفل. ده بقى ميني بتنجان، صوابع روفان بنتي. ومعايا رز، ومعايا طماطم وصلصة وزيت وسكر، ومعايا البهارات، معايا كمون وفلفل اسود وملح، ومعايا كزبرة ناشفة وبابريكا وسبع بهارات وجوز الطيب. هجيب كده طاسة على النار وهحط فيها 5 معالق كده زيت او 6 معالق حلوين، حبة حلوين كده يعني. وهنزل عليهم بالبصلة المفرومة، اللي يحب يحط بصل اكتر من كده براحته. وهقلب كويس البصلة لحد ما تصفر. وبعد ما تصفر زي ما انتم ما شايفين كده هنزل عليها بمعلقتين الصلصة عشان بيدوا لون حلو قوي. هطلع منها كل المواد الحافظة اللي فيها بالتشويحة اللي انا بديها لها ديا. وبعد كده هنزل عليهم بايه بالطماطم. ده حوالي نص لتر طماطم على حسب كمية الرز اللي انت هتعمليها. انا عاملة كوبايتين رز بس، عشان كمية المحشي معايا قليلة. وهنزل عليهم بمعلقة السكر عشان الحموضة. فطبعا كل واحد حسب الكمية. انا جايبة كيلو بتنجان وربع ونص كوسة وربع فلفل. بعد ما الصلصة اتسبكت كده هو نزلت عليها بالرز المغسول ومتصفي، وهقلب كويس جدا. وهنزل عليهم بالبهارات: ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، بابريكا، كزبرة ناشفة. طبعا اللي ما بيحبش حاجة من البهارات دي يقدر ما يحطش اللي هو عايزه. وحطيت عليهم رشة جوز الطيب بتديله طعم حلو جدا يا جماعة. بعد كده بقلب كويس. انا في الشتاء ما بعملش خالص المحشي بالسمنة عشان بيقفش كده وبيزرنخ، وما مش بيزرنخ، اسمها ايه يعني، بيقفش كده، مش عارفه اسمها ايه، ما بقاش حلو. ده 3 حزم بقدونس وكزبره وشبت مقطعاهم صغير جدا. بعد ما شوحت الرز مع الصلصه كده على النار ثانيه، نزلت عليهم فضيتهم في طبق بلاستيك عشان يبردوا وعشان الخضره ما تسودش. ونزلت عليهم بالخضره وقلبتهم كويس. وجبت صباع المحشي وحشيته كده. هو بص صباع مش صباع اصلا يعني، هو حاجه كده نونه كده. بيبقى جميل قوي يا جماعه كمان في العزومه، يعني اللي يكون معزوم عندك ياكله بالشوكه صغير جدا على الشوكه. وهحشي كمان الكوسه. ما تمليش الكوسه قوي عشان ما تفرقعش. واهم حاجه طبعا النظافه، ان ايه، ما تخليش رز من بره كده يبقى ملحوس وايه مش حلو. انا بحشي كله في الصينيه، بيبقى سهل عليا الصراحه. بحشي كله في الصينيه وبعد كده برصه براحتي. طبعا البتنجانية صغيرة جدا، ما تحاوليش تحشيها قوي وتمليها عشان اولا الرز ما يطلعش لبره، ثانيا ما يستويش، تلاقي الرز اللي فوق استوى واللي جوه الرزاية يبقى ني. ده من كتر ما بتكبسي البتنجانية. طبعا البتنجانية صغيرة قوي، مش عارفة ادخل صوابعي فيها. انا بقى حشيت الكميه كلها. كان نفسي اوريكم الفلفل بس نسيت للاسف. ده معايا حله وحطيت فيها عيدان الخضره، وكانت بقيت بصلايه كده قطعتها فيها. وبرص الفلفل الاول عشان هو كبير وتخين فهيسند باقي الرصه. وهرص الكوسه كده زي ما انتم ما شايفين. هرص الكوسه كلها. ويا جماعه ما تخافوش، في ناس بشوفها بتقول الكوسه ما تستويش مع المحشي. لا عادي، انا بسويه من زمان جدا، ما بيحصلهاش اي حاجه ولا بتتهري ولا اي حاجه. كله بيستوي في وقت واحد. بس طبعا كل واحد اللي حابب طريقته يعملها. ده بقى سر ايه كده، تكايه من عندي. ده مكعب مرقه بتاع الخضار، عشان انا معايا شوربه فراخ. انت ممكن لو مش عندك شوربه فراخ ممكن تحطي مكعب مرق بتاع شوربه الفراخ. ومعلقه سمنه بلدي بقى، دي بتديله لمعه وطعم كده وريحه فظيعه في الاخر. عشان طبعا المحشي بالسمنه في الشتاء ده بيبقى صعب جدا، لما بيبرد بيبقى وحش جدا. وهقلبهم لحد ما ادوب السمنه وادوب اللي هو مكعب المرق. بصوا الحله بعد ما عملتها، بصوا لو واخدين بالكم من الفلفل، الفلفل مش محشي للاخر
عشان تبقوا واخدين بالكم. كان نفسي اوريهولكم وانا بحشيه، طبعا انتوا اشطر مني وبتعملوا احسن. ونزلت عليهم. المية بتبقى يا دوبك بس نص البتنجانية او الكوسية او الفلفلاية، هي بس مية بس. واهو سايباه على نار عالية. اول ما يغلي كده غلوتين بهدي النار عليه واسيبه بقى تحت الشياطة بالراحة جدا شعلة لحد ما يستوي. بياخد حوالي ساعة الا ربع. واهو استوى ورصيته معاكم، شايفين بيلمع ازاي، وبألف هنا. يا رب الوصفة تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت حلو. ولو عجبكم القناة